اول ما بتبدا اي بزنس بيبقى عندك شويه تشالنجز كده في حته البراند استراتيجي، وان انت عايز تعرف انت هتروح بالبراند بتاعك لانهي جزئيه بالظبط. في الحلقه دي احنا هنتكلم عن 2 بوينتس مهمين جدا جوه كل براند: البراند استراتيجي والكاب رايتنج بالتحديد. ومعانا يعني واحد من الاباء الروحيين في البراند استراتيجي في مصر، وكذلك في جزئيه الكاب رايتنج. احمد عشري. مش هقول لك ان هو فعلا من اهم الناس، وان هو بسم الله ما شاء الله عنده كوميونتي قوي جدا والناس بتحبه بشكل كبير جدا، وان هو بيقدم كميه educational كونتنت تساعد الناس ان هي تنكريس في الكارير بتاعها عن طريق a lot of challenges. من اول بقى البودكاست بتاعه لحد الفري كونتنت اللي بيقدمه على الفيسبوك لحد الكورسز اللي هو بيقدمها. فنقدر نقول كده ان احنا معانا النهارده ضيف من الناس التقيله قوي اللي كانت موجوده او اللي موجوده في البودكاست. انت دلوقتي بتسمع وبتتفرج على ذا كرييتيف كاست على اليوتيوب وعلى كل المنصات. انا احمد متولي، ويلا بينا نبدا. ازيك يا عشري؟ ازيك يا متولي؟ عامل ايه؟ الحمد لله تمام. انا شكرا جزيلا على الانترو حلوه. الهايل. ده من ذوقك حقيقي. حبيبي. مبسوط قوي ان انت معانا النهارده. انا مبسوط أكتر. انت في الكريتيف اندستري. ممكن هنقل لك الصوره شويه. انت انت سمعتها كتير قوي، بس الناس مش بس بتحب العشري، الناس شايفه ان عشري رول موديل جوه المجال ده، وعايزين يستفادوا منه باي طريقه ممكنه بعيدا عن ال 28 حلقه اللي انت نزلتهم في شهر. يعني انا عارف انا عارف هي انت قعدت عملت ايه يعني. بس احنا بجد مبسوطين ان انت موجود معانا. ربنا يخليك. وخلينا نروح لحته مهمه قوي. البيزنس دايما بيبقى شايفها وفي نفس الوقت مش عارف هو يتحرك فيها ازاي، وهي جزئيه البراند استراتيجي. اوكي. ليه البراند اساسا محتاج براند استراتيجي؟ الاجابه المختصره على سؤال زي ده عشان يتفادى مشاكل كتير جدا جدا ممكن يقع فيها قدام، يضطر بسببها يغير حاجات كتير جدا في المنظومه بتاعته بالذات في الجانب التسويقي يعني. م. وممكن يفكر ساعتها لما يغير ان هو حل المشكله، او ان المشكله من المسوقين اللي اشتغلوا على البيزنس او على البراند، ولكن في الحقيقه هي المشكله اساسها البراند استراتيجي. ليه بقى؟ لان البراند استراتيجي خلينا نقول ان هي دوكيمنت او ايا كان شكله عامل ازاي، بيشمل عناصر كتير جدا جدا بت بت بتلمس حاجات مهمه وخطيره جدا في قلب البيزنس. زي من اول عندك مثلا استراتيجي ممكن اولها بيبتدي ايه الفيجن بتاعت البراند، ايه الميشن بتاعته، ايه البيربس بتاع البيربس اللي موجود عشانه في الماركت. ودي بنسميها الستيتمنتس بشكل عام. عندك الجزء التاني وده الجزء اللي هو بسميه دايما اللي فيه الضرب كله. مين التارجت اودينس بتاعك، مين الكومبيتيتورز بتوعك، ايه الكومبيتيتيف ايدج اللي موجود عندك، ايه البوزيشننج او ايه المكان اللي انت عايز تحط نفسك فيه في الماركت، ايه المنتجات او الخدمات اللي انت بتبيعها، كل ميزة منتج او خدمة ايه، وكل منتج رايح لمين. ايه الكاستمر جيرني والسيلز فانل اللي انت هتمشي فيها البروسبكت بتاعك، او هتمشي فيها السترينجر لو انت لسه هتخش في ماركت جديد او كده، عشان في الاخر يكلوز معاك الديل بالنسبه للديفينيشن بتاعك، ويبقى في الاخر مثلا سبورت للبراند بتاعك، او ازاي ان هو يبروموت للبراند بتاعك ليتر اون. بعد كده في الجزء الخاص ب ايه البرسوناليتي بتاعت البراند، ايه الفويس بتاع البراند، ايه التون اوف فويس بتاعته، البراند ده بيعمل ايه وما بيعملش ايه، بيقول ايه ما بيقولش ايه. نيجي بقى للجزء الخاص بالفيجوال ايدنتيتي، المفروض تبقى طالعه ازاي، ودي مثلا نقطه مهمه جدا. يعني الناس اللي بتتفرج مثلا او انت الناس اللي هتتشاف بتسمع ازاي؟ دلوقتي، انا جيت قلت الفيجوال ايدنتيتي رقم كام من اللي انا قلته، هي بتيجي في ترتيب زي ده. احنا بنخلص حاجات كتير قوي، بعد كده نيجي بقى اللي هو ايه، طيب ما تمام يلا نعمل لوجو. according to this يلا نعمل الايدنتيتي، سواء ان هي في الشكل الريتن او في الشكل الفيجوال. وخد بقى الفيجوال وطبق عليه حاجات كتير، حتى في الانيميشن السيت اب حاجات كتير جدا. بعد كده بنيجي على حاجه اسمها المسجنج هيراركي، انا ببتدي بانهي مسج وبقفل بانهي مسج. وايه الجولز بتاعت البيزنس وما خلافه. حاجات كتير جدا بتبقى موجوده في البراند استراتيجي. لو انت ما عندكش دوكيمنت زي ده، انا هنا دلوقتي بتكلم از بيزنس يعني، فهيحصل حاجه من اتنين: يا هيجيلك حد يشتغل ما يعرفش يعني ايه براند استراتيجي، فهيعمل استراتيجي بمزاجه اللي هو تمام انا شايف كذا فيلا نعمل،
وبالتالي البراند مش هيبقى ليه ملوش ماسكه او ملوش ميه يعني واضحه كده، اللي هو اي حد هيجي بعد اول ماركتر هيغير. مسك البراند هيقعد يغير مم. لمزاجه. ما هتبقى سبجكتيف بقى، ما فيش حاجه ملوش ماسكه الموضوع ده كله. جايد بوك يعرف يتحرك عليه. بالظبط. وده مش، انا مش بتكلم على الماركتر بس، انا مم. بتكلم على الماركتر، بتكلم على الكوبي رايتر، الجرافيك ديزاينر، اي حد موجود في مم. في الحته دي يعني. فده دي اهميه الاستراتيجي بالنسبه لاي بزنس او كده. بالنسبه بقى ان انت ك ماركتر او مسوق، مهم جدا. وبالعكس حتى لو انت اشتغلت مع بيزنس ما عندوش براند استراتيجي، دي حاجه ممكن تبان ان هي وحشه، ولكن هي ممكن تبقى حلوه برضو. ليه؟ لانك if you are really interested ومقتنع باهميه البراند استراتيجي، طب ليه لا ما تجرب انت مم. تعمل براند استراتيجي؟ يعني جرب تاخد الاكسرسايز كله وجرب طلع حتى لو بروتوتايب من الاستراتيجي دي تمشي عليه. ولو انت مكمل شويه مع البيزنس ده، الاستراتيجي دي مع الوقت هتتحسن وانت هتتعلم اكتر، فهتعمل عليها enhancements اكتر، فبالتالي الشغل هيبقى احسن واحسن. حلو قوي. طيب انت بتتكلم ان البراند استراتيجي ممكن تبدا بعد البيزنس او قبل البيزنس، اوكي، بس مم. الافضل دايما ان هي بتتحط مع البيزنس موديل وكل حاجه وهي بتبدا من الاول. لا مش في البيزنس موديل بيتحط، مم. بس خلاص يعني احنا خلاص ظبطنا كل حاجه، فهنبتدي نشتغل. هنبتدي بقى نبروموت، او نبتدي ان مم. احنا اللي هو يا جماعه احنا موجودين. فساعتها واحنا بنقول يا جماعه احنا موجودين، فيوجد الماركتنج. مم. ف... فساعتها لما يوجد الماركتنج يفضل ساعتها ان احنا نبتدي نشتغل على الاستراتيجي. ليه؟ لان من برسبكتيف، اما اجي ابص عليها من برسبكتيف الفيلد بتاعنا از ماركترز، يعني هو الموضوع بيبتدي ايه الاول؟ هل بيبتدي من الماركتنج بعيد عن البرودكت والكور مم. بزنس موديل الكلام ده كله؟ هل بيبتدي من الماركتنج؟ لا، بيبتدي من البراند استراتيجي، ثم بعد ذلك الماركتنج، ثم بعد ذلك ادفرتايزنج. advertise. فاللايرز بتبقى عامله كده. فخلاص ابتدينا ماركتنج، فاللي هو ايه؟ طب يفضل ان احنا مش هقول يلا نعمل براند استراتيجي زي ما بيقول الكتاب، عشان فكره اللي هو كل حاجه لازم تطلع بيرفكت دي ما بتحصلش، بس على الاقل يبقى العناصر اللي احنا ذكرناها دي تبقى واضحه بشكل ما او باخر، على الاقل كام في بي او كبروتوتايب في الاول، نبتدي ان احنا نشتغل بناء عليه. مم. عشان الموضوع ما يبقاش سبجكتيف، اللي هو طب انا شايف ان انا هخلي الفاليو بروبوزيشن بتاع البيزنس او البرودكت ده، حتى يقول لك لا انا شايف ان هو ده. طب ما احنا لو كنا اشتغلنا على الاكسرسايز من الاول، ما كانش انت تبقى شايف وانت تبقى شايف، او اقل احنا اتنين هنشوف اكوردنج اللي احنا قايلينه فوق. حلو قوي. طيب هي حته البراند استراتيجي بتتبنى اساسا على الفاليو بروبوزيشن بتاع البيزنس. هو ده بيبقى فيه يعني كور او شابتر من الاستراتيجي، بنبتدي ان احنا نستفيد فيه او مم. نشتغل على الفاليو بروبوزيشن اوكي. بتاع البرودكت. بتتبنى ولكن بيبقى ازاي؟ واضح او مم. بيبقى موجود شكل من اشكاله في البيزنس موديل اللي هو بيتحط. اوكي، بتتبنى ازاي اساسا؟ لان الناس كلها معتقده ان انت ممكن تبيلد براند. انا والله انا الفاليو بروبوزيشن بتاعي ان انا بقدم كواليتي حلوه. امم ما في زيك 30,000 واحد في السوق بيقدم كواليتي حلوه. اوكي. او اه. لسنا الوحيدون ولكننا متميزون. بالظبط. فانت ازاي اصلا بتبص كبراند استراتيجي ان انت تبيلد يونيك فاليو بروبوزيشن تقدر تكمبيت بيها في السوق مع 30,000 كومباتيتور و30,000 واحد زيك بنفس الطريقه بنفس كل حاجه؟ طيب بص، انا بالمناسبه لسنا الوحيدون ولكننا متميزون دي مم. انا عملت عليها اصلا حلقه قعدنا نتكلم فيها قد كده عن الموضوع ده. الحته بتاعت الفاليو بروبوزيشن لازم تطلع حاجه اسمها البرودكت اتريبيوتس او جوانب البرودكت كله بشكل عام. ايه المميزات اللي موجوده فيه وما خلافه، وايه اللي فيه ممكن يبقى مهم جدا او فايتل جدا بالنسبه للاودينس. تقاطع الحاجتين دول بيطلع منه الفاليو بروبوزيشن. هو الفاليو بروبوزيشن بشكل عام عباره عن ايه؟ المنفعه النهائيه اللي هتعود على المستهلك من استخدام المنتج او الخدمه ايا كان عامل ازاي، سواء برودكت فاينل انا هشتريه وخلاص، او مم. ساس برودكت ايا كان، او حتى لو انا بتكلم كمان في بي تو بي. هي دي الفكره. فزي مثلا تعالى نتخيل مثلا احنا عندنا برودكت، البرودكت ده بينيبل مثلا ان الكرييتر بشكل عام ان هو يجمع كل الاماكن اللي هو موجود فيها في مكان واحد، مم. وبلينك واحد او بكليك واحده الاودينس بتاعه يقدر يعرف هو ايه كل الحاجات اللي عنده وبيعمل ايه والكلام ده كله. زي لينك تري مثلا مم. مش عايز اقول اسمه عشان لا عادي. سبونسر. مثلا يعني لو دخلنا دلوقتي على لينك تري هتلاقي فيه مسج موجوده فوق مم. كده. المسج دي الفاليو بروبوزيشن.
طيب تحت الفاليو بروبوزيشن دي في ايه اللي هو حاططها مثلا لينك تري، او اللي هو مثلا آم، اللي هو خلينا نقول مثلا، انا مش فاكره بالظبط دلوقتي، بس اللي هو مثلا كل حاجه عنك الاودينس يعرفها في كليك واحده، مم. مثال يعني. فاللي هو ده الفاليو بروبوزيشن. اوكي تمام فهمت. طب حابب اعرف اكتر، ستراكشر بقى بعد الفاليو بروبوزيشن بنحط كذا بنفيت تانيين صغيرين من البنفيت الاكبر. بعد كده نبتدي ان احنا نشرح، احكي لي بقى ايه هو انت بتعمل ايه يا لينك تري، مم. ايه اول حاجه اعرف اعملها، ايه تاني حاجه، so on and so as a forth. brand story ولا as a product story او service story؟ في الحاله دي لا، انت بتتكلم برودكت ستوري، اوكي. انا داخل دلوقتي عايز اعرف ايه ده. يعني كل برودكت اساسا من الحاجات المهمه قوي عندي ان انا ابني له ستوري. طبعا. بتتعامل ازاي الناس بتتعامل دايما مع الستوري بتاعت البراندز، اللي هو والله انا بدأت مش عارف من سنة كذا، مم. عملت مش عارف ايه ودلوقتي انا بقيت هنا. طيب بص، هو البرودكت ستوري في كذا حاجه ممكن تتعمل فيها يعني. واحده من الحاجات ان انت لو البراند بتبريزنت البرودكت فيو كان تيل ستوري، ساعتها ما بقتش برودكت ستوري، بقت او برودكت ستوري بس البراند هو اللي بيحكيها. مم. اللي هو مثلا يعني مثلا كان في براند برضو مش فاكر اسمه، ولكن كان بيعمل زي بطانيات في شكل بامبر جاكيتس. مم. تمام. الماتيريال بتاعت الجاكيت هي بطانية، مم. وده كان بيتباع بره يعني في اماكن ساقعة شديدة البرودة يعني. الموضوع حصل ازاي؟ ان التو فاوندرز او اللي كانوا عاملين اللي عملوا البرودكت ده، الفكره كانت لهم، هم كانوا تقريبا هيتش هايكرز او ناس بتحب تتنقل لاماكن كتير. ففي مره كانوا قاعدين في مكان ما يعني، وكان الجو برد جدا جدا جدا، هم متغطيين وكل حاجه ومش قادرين يعني، ومن لب الالم اللي هم فيه والموضوع ده، فكانوا بيتكلموا اللي هو ايه، هو احنا ليه ما يبقاش عندنا حاجات بورتبل البسها من نفس الماتيريال بتاعت البطانيه وتدفيني؟ مم. يعني ليه لازم ابقى متكلفت ب100,000 ألف بطانيه يعني في الاماكن اللي زي دي؟ ومن هنا طلعت فكره البرودكت. لما جم عملوا البرودكت، الستوري بتاعت كرييشن البرودكت ده كانت بيزد على ده، مم. اللي هو فكره هو انا ليه عشان اتدفى وانا في البيت او انا خارج، لو انا خارج البس جاكيت بس لو انا في البيت البس بطانيه، طب مم. ليه ما البسش البطانيه جوه بره؟ مم. فاللي هو سؤال يثير اللي هو ايه ده، طب ازاي؟ فابتدى يحكي البرودكت مم. اتعمل ازاي وهكذا يعني. فده مثال مثلا من امثله telling a story about the product. when it comes to story fundamentals telling الستوري هي واحده يعني ما مم. بتتغيرش. الفكره كلها ان انت عندك pain او perceived problem، يعني في الم موجود او مشكله ملحوظه وانت اكتشفت ليها حل. طب انت اكتشفت الحل ده ازاي؟ فما بين ده وما بين ده انت بتحكي قصه، وما بين ده وما بين ده انت بتقدم الحل بتاعك اللي هو ايه، البرودكت ده. وبعد ما تقدم البرودكت انت بتعمل ايه؟ انت برضو بتحكي قصه تانية، اللي هو المشكله دي هتتحل. يعني مثلا دلوقتي لو هاجي مثلا اللي هو، لو انا عايز احكي قصه البرودكت اللي هو الجاكيت او الكلام ده كله، طب ما انا اصور بقى ناس خارجه من البيت ولابسه مم. البطانيه مثلا رايحه ترمي الزباله، اه هصور واحد قاعد في الشغل مثلا الناس كلها متكتكه وده قاعد لابس مم. تمام، لو انت لابس ايه؟ انا لابس بطانيه. ف فده مثلا مثال من الامثله اللي اقدر اشتغل عليها يعني. حتة ان انت بتحكي اساسا الستوري بتاعت البراند، توديك لحتة ان انت ازاي بتحكي امم. والفويس بتاع البراند لان انا بالنسبه لي الحته دي هي 100% كوميونيكيشن. ماشي، اكيد طبعا. مهما رحت ومهما جيت ومهما غيرت في الاستراتيجي، انت كوميونيكيشن صرف. امم. فازاي اساسا انا لما باجي اتكلم از براند، ببني براند فويس ليه يقدر يوصل للاودينس بشكل سليم، ومن خلاله اقدر ان انا احقق الفاليو بروبوزيشن والاودينس بتوعي يكونوا عارفينها. اوكي طيب، فكره ان انا ابيلد براند فويس بتيجي من براند استراتيجي. م. طب انا ازاي اختار البراند فويس بتاعي؟ دي بتاعتك انت، م. بتاعتك انت. انا هنا بكلم از استراتيجيست، بتتكلم وتتناقش مع مين؟ مع الستيك هولدرز. م. يعني مثلا وده حاجه مهمه جدا يعني. مثلا يعني الموضوع يختلف من فكره مثلا، تعال نقول ان انا مثلا هعمل براند ليا، فاللي هو طب انت ازاي مثلا دلوقتي يا احمد يا عشري هتعمل براند فويس بتاع البراند بتاعك؟ م. انا حر، ده بيزد على البريفرنسز بتاعتي بقى، وانا عايز اطلعه شكله عامل ازاي وكده. ولكن when it comes to business، الدايمنشنز او ابعاد الفويس اللي انت بتخلقه ده لازم تناقشها مع الستيك هولدرز. يعني فيها حاجات كتير جدا ممكن تبقى، الفويس بيبقى مبني على الكاركتر بتاعت البراند،
هو انا عايز البراند بتاعي as character يبقى طالع عامل ازاي. وهنا بيبقى فيه نوعيات كتير من الكاركترز. زي ايه؟ عندك مثلا الماجيشن، عندك الكير جيفر، عندك الانوفيتر. ده مثال مثلا عن من اسمها الاركيتايبس بتاعت البراندز. فكل واحد من كل واحد عندك الكرييتر مثلا. فكل واحد من دول as characters ليها ابعاد. بمعنى ايه؟ الماجيشن ده playful unexpected. عندك الكير جيفر ده شخص very careful very keen، بيسمع كتير. عارف اللي هو بيتكلم اللي هو empathetic جدا. الكرييتر شخص او الانوفيتور مثلا شخص دايما بيفكر في نيو سوليوشنز بنيو ويز. فكل واحد من دول ليه مثلا انا قلت 3 فيهم هم 7. وحتى لو حد مهتم يعني ممكن يكتب براند اركتايبس هيلاقي مثال ليها يعني. ك ك ك انتري بوينت لو حد ما يعرفش الترمينولوجي يعني. فانا بناء على كده دي حاجه مثلا لو انا كماركتر اختارها لوحدي البيزنس ما ينفعش، لان هنا مثلا ما بقت سبجكتيف. انا حاسس ان البراند ده كده. فاللي هو لا، انت مهم جدا على فكره وجهه نظرك والاناليسيس بتاعك والكلام ده كله، ولكن مهم ان انت تاخد كول من الستيك هولدرز في الموضوع عشان نبدا نحدد الفويس بتاع البراند. بعد ما نحدد الفويس بتاع البراند، بعد الفويس بيجي تون اوف فويس، اللي هو طب الراجل ده نبرته عامله ازاي، بيتكلم ازاي. والموضوع اللي هو مش فورمال وسيمي فورمال بس، لا هو مش، وهي مش حاجه واحده. عشان بلاقي انا البراند بتاعي ساعات فورمال وساعات سيمي فورمال او ساعات فريندلي مثلا، اللي هو لا يعني مش بس كده، ليها دايمنشن، ليها دايمنشنز كتير حقيقي يعني. مع كل حاجه او كل بولاريتي لازم تختاره. ما هو انت في مواقف كتير بتتحط فيها. ما هو زيك زي البني ادم. زي مثلا اللي هو دلوقتي انا وانت قاعدين يا متولي، فدلوقتي مثلا ايه احنا نعرف بعض، فمتولي معلش ممكن تديني القلم ده، او متولي هات القلم ده كده. الاثنين مش زي بعض، الاثنين بصوتي بس الاثنين مش نفس التون اوف فويس. سيم فور ذا براند. فانت محتاج تحدد البولاريتيز بتاعت التون اوف فويس عامله ازاي. خلصنا دول الفاليو بروبوزيشن، احنا خلصناه اوريدي، هو لسه ده كان قبل المرحله دي. بنيجي بقى اخر حاجه كنت بقولها اللي هي المسجنج هيراركي، وده اللي بيبقى فيه الستوري. الشخص ده بقى بالكاركتر دي بالفويس ده بتون اوف فويس دي بالدايمنشنز دي، لما يجي يحكي الستوري هيحكيها ازاي. هنا بقى تيجي فكره امبلمنتيشن اللي انا عملته. مين اللي بيحكي الستوري نفسها؟ بمعنى مين دوره يشتغل على الستوري ويعمل لها بيلدينج؟ هل هو البراند استراتيجي برضو؟ كوبي رايتر. الكوبي رايتر. انت بقالك 13 سنة في المجال. بسم الله ما شاء الله يعني. الله يديك الصحة. راحت. طاري والله قبل ما نصور والله العظيم انا قاعد بصوت له على ضرب بقول له انا عايز فولترين. الاكسبيرينس بتاعتك كانت في اكتر من بوزيشن، من اول كونتنت كريتور، كبرايتر، براند استراتيجي، كرييتيف دايركتور، براند استراتيجي، الى البوزيشن بتاعك في الوقت الحالي. التقلبات اللي كانت جوه الكارير ومرورك بمرحله الكاب رايتنج، وان انت اول ما ظهرت بريزنت نفسك از كاب رايتر. ليه الكاب رايتر بيكون مهم قوي بالنسبه للبراندز، وفي نفس الوقت احنا من يعني تكتب لي البوست ده 10 من الاخر، او احنا في مصر للاسف البيزنس بتتعامل مع الكاب رايتر بنفس التوجه ده. اكتب البوست والبوست زي الفل ومفيش اي مشاكل. بيتعامل معاك اللي هو خد البيج من غير بقى اللي انت حكيته ده كله 3/4 اصلا مش موجود في البيزنس. فدور الكاب رايتر هنا عامل ايه بالظبط جوه البراند استراتيجي من A to Z؟ طيب بالنسبه في البراند استراتيجي الكوبي رايتر هو حرفيا ال يعني لو تخيلنا البراند استراتيجي ده هو شخص كده بقه هو كوبي رايتر. حلو. يعني حرفيا في كل حاجه بقى، حرفيا في كل حاجه. اي تاتش بوينت البراند موجود فيها. تاتش بوينت يعني مكان او تشانل البراند موجود فيها، سواء بقى اوفلاين اونلاين وات ايفر. اي تاتش بوينت من دول، اي كوميونيكيشن في الحته دي، كوبي رايتر مهم جدا ان هو يبقى موجود فيه. فحرفيا الكوبي رايتر هو بق البراند في الكيس دي. دلوقتي مثلا هنعمل حتى كمان في اوبجكتيفز الكامبين. لو انا هعمل حاجه توعويه، هعمل حاجه سيلز، هعمل حاجه ترندي، هعمل حاجه بتريز انترست على حدث معين ايا كان،
الكوميونيكيشن طالما فيها كوميونيكيشن كوبي رايتر دوره موجود طبعا. طب ليه مع اهميه الكاب رايتنج بالنسبه للبراند جوه مصر زي ما انا قلت لك الموضوع يعني مهمل شويتين ثلاثه؟ طيب ده راجع لحاجتين. اول حاجه ليفل المعرفه والخبره اللي موجوده عند مقدم الخدمه او الشخص اللي بيمتهن او بيحترف المهنه دي. والحاجه التانية الماركت سوفيستيكيشن. الماركت سوفيستيكيشن هنا في الكيس بتاعتنا اللي هو حاله الوعي والعلم والنضج اللي موجوده في الماركت تجاه اهميه ما يقدم من خدمات. فهي حاجتين، المعرفه والخبره اللي موجوده عند مقدم الخدمه والماركت سوفيستيكيشن. طول ما الاثنين دول مثلا لو الاثنين دول بينزلوا او بيتضربوا فهنا بتحصل بقى المشاكل كلها واللاك اوف اويرنس وما خلافه يعني. ان الفيلد بتاع الكونتنت كرييشن والكوبي رايتنج كل لما يبقى نقل المعلومات فيه او حجم المذاكره والمجهود اللي بيبذل فيه سطحي، فبالتالي نوعيه الخدمات اللي هتقدم من بناء على المجهود ده خدمات سطحيه. حاجه تانية بقى ان الماركت سوفيستيكيشن، ان لو السوق كل اللي عايز فيه اللي هو شقلب وجري، ما هو شايف النوعيه عامله ازاي، فخلاص هات من ده احنا عايزين. انا شفت ارتكل 1000 كلمه بيتكتب ب70 جنيه. يعني ما هو يعني الحقيقه هو ده بيرجع في الاول في الاخر ليه برضو المايند سيت والافورت والانفستمنت اللي ممتهن الخدمه المهنه يعني هيبذله في الحاجه اللي هو بيعملها دي. ف انت ككوبي رايتر او كونتنت كريتور او اي حاجه في الماركتنج اندستري، طول ما انت بتنريتش وبتعلي من السكيلز تري اللي موجود عندك، كل ما هتبقى سمارتر في اختيار الكلاينتس اللي معاك وسمارتر في اختيار الفايتس بتاعتك. يعني دي النتيجه. ففي الاول في الاخر ايه اللي هيحصل؟ ان انت eventually او في النهايه هتوصل لكلاينت السوفيستيكيشن بتاعه كويس وما بيشتغلش مع اي حد، وبالعكس بيدور على واحد زيك بس هو مش لاقيك. وهتشتغلوا مع بعض. لكن طول ما انت ما بتبذلش مجهود، بتدور على الفرص اللي هي السريعه او الايزي وينز وعايز منها كتير وخلاص، وبتشتكي من ان اللي بياخد الحاجات دي كلاينت بقى مش فاهم ومتعب ومش عارف ايه وبتاع، وقاعد وسط نتورك كل اللي فيها بيعملوا زيك، يعني اللي هو نفس الافورت ما بنعملش اي حاجه والكلام ده كله، وكمان بتسقفوا لبعض اللي هو الله برافو مش عارف ايه. طب ما هو ايه اللي هيحصل؟ هيفضل نفس المشكله هي. بالنسبه لحته السكيلز تري، ايه اللي الكاب رايتر اصلا محتاجه غير حته اللي هو انا بعرف اكتب؟ طيب هو على فكره مش شرط ان انت تحط اصلا انا بعرف اكتب اول حاجه از كوبي رايتر يعني، ودي حاجه ممكن تبقى صادمه يعني اللي انا بقول كده. سواء الكوبي رايتنج في الاول وفي الاخر مش تالنت، هو سكيل. لو عرفت الداينامكس بتاعتها تقدر ان انت وجربت فيها كتير تقدر ان انت بالظبط اي حد. انا في بيزنسز مثلا بتيجي تبعت لي او تكلمني في حاجه او كده وهو ما بيبقاش كيبل او ما عندوش من الفاينانشالز ما تؤهله ان هو يجيب كوبي رايتر. فاللي هو ار يو ويلنج ان انت تشتغل طيب تعمل حاجه بنفسك؟ ار يو ام ويلنج. فتمام انت محتاج تذاكر 1 2 3 4 وخلاص بيشتغل. مع ان ده واحد عنده بيزنس في اوبريشنز ولوجيستكس وستوك بلاقيه كتير. فاللي هو طيب تمام بس يعني ما عندكش يبقى تشتغلها وبيعملها. مش شرط ان هو يبقى بروفيشنال فيها يعني، ما هو برضه في الاول في الاخر هو هيمشي الدنيا وعلى فكره ممكن يحقق ارقام او يبيع او ايا كان، بس بعد مرحله خلاص مش هيبقى قادر يعني. فاي حد يقدر يتعلم كوبي رايتنج. فالموضوع ماشي ممكن نقول الرايتنج سيلينج تكنيكس، persuasion skills, psychology, consumer behavior, research, communication skills, visualization skills, marketing, data analysis actually كمان مهم جدا بالنسبة للكوبي رايتر. فحاجات زي دي هي اللي تخلي كوبي رايتر قادر ان هو يبرفورم يعني. واكشلي انا بشوف ان يعني بعيدا عن السكيلز دي كلها بحس ان احنا عندنا مشاكل كتيرة او من اللي انا بشوفه يعني، او حتى من الاسئلة اللي بتيجي والناس اللي بتكلم معاها او كده،
ريسيرش مثلا على سبيل المثال. مم. انت عايز اقول لك ان كوبي رايتر لو عمل ريسيرش صح، الف مبروك، 70% من اللي مطلوب عليك خلص. مم. الف مبروك، انت مش محتاج تفكر انت هتكتب ايه اصلا. ف شوف يعني دي حاجه مهمه جدا، وبلاقي ناس كتير بتنجلكت حاجه زي كده. what do I mean by research؟ ان انت جو اكسترا مايل عشان تعرف معلومات اكتر عن الاودينس وعن البيزنس وعن الكومبيتيتورز بتوعك، حتى تعرف معلومات عن الاودينس بتاعك حتى لو موجود عند الكومبيتيتور بتاعك. م. what do I mean by research؟ ان انت تجمع الكلام ده كله وتحطه عندك في شكل منظم كانه انسايتس تقدر تبني عليها الكوميونيكيشن بتاعك كوبي رايتنج وايز. واحده من السكيلز الفايتال بالنسبه للكوبي رايتر والموست نجلكتد للاسف، اللي هو انا مطلوب مني اعمل ريسيرش في الاستراتيجي. افرش لي يا عم تيبل وحط الكومبيتيتورز، ده عنده 50,000 فولور، ده مش عارف this is not research. يعني احنا لسه ما خلصناش، الموضوع اعمق من كده بكتير. بس يعني انا دايما لما باجي اتكلم على الكتابه عموما او كرييشن او كاب رايتنج، بقول لهم هي اسهل حاجه انتوا ممكن تعملوها في حياتكم ان انتوا تكتبوا. ما بالظبط. قبل ذلك هو التقل كله. انت رمضان اللي فات، رمضان صح، 28 عملت 28 سمول فيديو مظبوط. 28 كونتنت مختلف تماما. الله يديك الصحه على حاجه زي كده بجد، يعني بحييك. جالك بعدها كميه اسئله كبيره قوي. كانت من ضمن الاسئله دي ازاي ان انت بتأودت اساسا اذا كانت الكوبي دي سليمه والكونتنت ده مظبوط ولا لا. اوكي. فازاي انت كبراند استراتيجي، شخص شايف الليله كلها من فوق، ازاي بتقدر تحكم على الكوبي والكونتنت ده؟ بيزد على الاوبجكتيف بمنتهى البساطه. كل حاجه احنا بنعملها الكوبي او الكونتنت، مفيش حاجه بنعملها ملهاش بيربس. يعني في الاول وفي الاخر، لو انا جيت بصيت على بيس اوف كونتنت او لو جيت بصيت على كوبي معينه، انا محتاج اسال لو انا كمتلقي يعني او في شغلي ايه البيربس من هذه الكوبي. فمثلا لو حد يجي يسال السؤال ده، فاجي اساله ايه الاوبجكتيف اصلا اللي كتبت عليه الكوبي. بس حد يجي يقول لي سيلز، طب جميل جدا، هل الكوبي دي حققت سيلز؟ لا. طيب لا، جميل، طب ما تيجي نبص على الميتريكس اللي بتديفاين ان الكوبي دي ممكن تحقق سيلز. زي ايه؟ ابسط حاجه خالص، مثلا حاجه اسمها السي تي ار. سي تي ار ده هو الكليك ثرو ريت. اما انزل مثلا كوبي على سوشيال ميديا بلاتفورم وفيها كول تو اكشن هيودي على الويب سايت، فانا الكوبي دي طالعه لسيجمنت اوف اودينس، افترض مثلا ان هو 1000 واحد. طيب لو في مثلا 100 واحد من ال1000 شافوا الكوبي وراحوا على الويب سايت، انت تقسم 100 على 1000 في 100، فده السي تي ار. خلاص، دي نسبة الناس اللي راحت على الويب سايت من الكوبي. الرقم ده مثلا طول ما هو 1 2 او اعلى في المية، مش عايز اقول رقم معين عشان الناس ما تقعدش تتربى منه، يعني ده معناه this is a good indication. لكن اقل من كده this is a bad indication. 1% من numbers of reach او الامبريشنز. اوكي، يعني انا لو عندي 1000 مثلا فانا لو جبت 10 او 20 ده نمبر كويس، في حين ان في بيزنسز كتير بتقولك ان ده نمبر وحش اصلا، لان بيبصوا على حتة اللي هو هو اشترى بكام في الاخر. ما هو دي، ما انا جاي لك في كلام. هو البرسنتج السي تي ار كام في المية؟ عشان كده كنت بقول مش عايز احط رقم محدد، طبعا بتختلف من نيتش لنيتش، ولكن في اللي هو ايه بنش مارك. يعني ايه بنش مارك؟ دلوقتي مثلا بيزنس مثلا الاي كوميرس، السي تي ار مثلا نسبته قد ايه؟ فمثلا والله النسبه مثلا اللي موجوده البنش مارك فيها مثلا يعني عشان ما حدش ياخد ارقام مسلمات 3%. اوكي تمام. خلاص، احنا لو لقينا مثلا الكوبيز ماشيه في الدايركشن ده، اوكي حلو. على فكره ممكن نسال سؤال تاني، هاو كان وي انهانس ات؟ يعني ما انت مش شرط ترضى بالمتعارف عليه، فكر ازاي تقدر تعلي ده. حاجه تانية طبعا، فكره بقى هو اشترى بكام، دي بتفرق بقى في الكونفرجن ريت، ودي حاجه تانية انا جاي لك فيها. هو سي تي ار كان من بره، فكره بقى اشترى بكام او اشترى ايه، ده الكونفرجن ريت. طب يعني ايه كونفرجن ريت؟ نسبه اللي شافوا البرودكت او شافوا المكان اللي موجود فيه البرودكت او معروض عليه واشتروا او داسوا اد تو كارت او عملوا كومبليت للبيرشيس، يعني نسبتهم قد ايه؟ ودي بوينت. وهنا بقى فيها حاجات كتير. المسج اللي انت حاططها على البرودكت عامل ازاي، كونفينسنج ولا مش كونفينسنج؟ بعد ما يروح على التشيك اوت في اي حاجه
از جايدنس بتقولها للراجل اللي بيخش. طب الراجل ده حط حاجه في الكارت وما عملش كومبليت او ما عملش تشيك اوت، طب ما انت هتطلع له بحاجتين، يا هتطلع له بايميل اللي هو مسجل اصلا عندك الداتا از ريمايندر، تقول بقول لك ايه في كذا انت لسه ما اشتريتش، الحق اشتري مثلا، الستوك قرب يخلص، او خد 10% وكومبليت التشيك اوت، او اعمل لك ريماركتنج ريتارجتنج كامبين مثلا يعني. فكل دي كوميونيكيشنز، كل دي فيها كوبيز، كل بقى وكل واحده فيهم ليها بيربس. فانا بناء على كده ابتدي بقى اقيس، انا خدت بيربس او خدت اوبجكتيف فبنيت عليه. طب انا خلصت، اقيس ازاي؟ قيس بالارقام، لا بالاحساس ولا كلاينت اصلا انا مش حاسس، او مثلا المانجمنت مثلا او المانجر يقول لا اعمل لي واحده تانية وخلاص اصلا انا مش عاجباني. طب مش عاجبك ليه؟ اعمل بس وما عنديش وقت. this is nonsense. انا يبان ان انا بسخن الناس دلوقتي على اللي بيحصل، بس this is nonsense. بس ده اللي بيحصل. انا عرفت الاوبجكتيف، كتبت الكوبي في التاتش بوينت، فانا محتاج اقيس ايه الطريقه الوحيده اللي اقيس بيها نجاح البيس دي او الكوبي دي، نجاحها من فشلها. الارقام. الارقام لغه يونيفرسال ما بتكدبش يعني. والله ده وقع ففي مشكله. طب ايه المشكله؟ هي مشكله في الكوبي يا في الديزاين يا في التارجتنج مثلا يعني. ف فكره بقى ان انت ككوبي رايتر او كونتنت كريتور يبقى الفيدباك اللي انت بتاخده او يور ايفالويشن بيزد على الحاجه بتاعتك مبني على الاحساس، دي حاجه بشعه. سواء احساس الكلاينت او احساسك او احساس مثلا مديرك، زي مثلا مديرك يقول لك ايه لا دي مش حلوه اعمل لي واحده تانية. فانت تقول له ليه؟ يقول لك مثلا هفهمك بعدين، اعمل بس واحده تانية. ما هو انت هتروح تعمل حاجه تانية انت مش عارف طب هعمل ايه يعني، او بناء على ايه. فدي مشكله طبعا. فالارقام هي الحل. اوكي، انت دلوقتي منزل كورس عن الكونفرجن كاب رايتنج. هل لازم الشخص الكاب رايتر اللي بيشتغل كونفرجن يكون ملم بكل البوينتس دي؟ طبعا. اللي بيشتغل از كونفرجن كوبي رايتر او دايركت ريسبونس كوبي رايتر، هو اصلا لو بيشتغل دايركت ريسبونس كوبي رايتر وما بيعرفش يقرا ارقام فدي مشكله. اصلا دايركت ريسبونس ادفرتايزنج معناها ان انا خدت فعل او اديت فعل وعايز رد فعل. ففي الحاله دي طب انت هتقيس بقى ده ازاي؟ ما هو بالارقام. فانت لو بتعمل حاجه غير كده فدي مشكله كبيره. انت كنت منزل مش من فتره طويله قوي فيديو او بوست مش فاكر ساعه لما كنت بتتكلم ان دماغ الكاب رايتر تقريبا نصين، او دماغ الكرييتور نصين، نص داتا اناليسيس ونص ان هو يقرا ارقام والنص التاني ان هو يكتب. بالظبط. ازاي هو اساسا يبني مايند سيت ان هو يقدر يكتسب المعرفه اللي تخليه يقرا الارقام؟ انا قدامي انت بتفتح الداشبورد بكل بساطه تلاقي 30,000 رقم. ده طلع 38%، ده نزل مش عارف ايه. امتى بتعرف تقرا الارقام؟ وازاي اصلا بتحدد هل الارقام دي افكتيف بالنسبه لك وعايده على البيزنس ببنفيتس حقيقيه ولا لا؟ بيز على الميتريكس اللي انت المفروض تبص عليها. يعني مثلا السي تي ار اللي احنا كنا بنتكلم عليه، كونفرجن ريت، اوبن ريت مثلا، بنتكلم على الايميل مثلا. الايميل ده تاتش بوينت، انا بعت ايميل، فبعت ايميل لميل ليست، الميل ليست دي مثلا فيها 10,000، الاوبن ريت كان كام مثلا من 10,000؟ فدي برسنتج. طيب البرسنتج اللي فتحت الايميل، ببص على حاجه جوه الايميل اسمها السي تي ار، ما انا اكيد حاطط كول تو اكشن جوه الايميل، فدي كام واحد. دلوقتي مثلا الميل ليست، الناس هتلخبط دلوقتي، الميل ليست فيها 10,000، بعت لهم ايميل، نفترض ان في 1000 فتحوا الايميل. حلو، دي برسنتج اهي. طيب كام واحد بقى من ال1000 داس على الكول تو اكشن اللي انا حاطه في الايميل؟ هنا بحسب سي تي ار. حلو. بعد كده اروح اشوف وانا كنت موديهم اصلا من الايميل على ايه مثلا في الويب سايت، واشوف هناك طب البيج فيوز قد ايه، طب الكونفرجن ريت قد ايه. فهي عباره عن سيكونس او فانل. انت في كل تاتش بوينت محتاج تعرف ايه الميتريكس اللي المفروض تقيسها في الحته دي. فبناء على كده لما تشوف الداشبورد وتفتح مثلا الكامبين او التاتش بوينت دي، هتبقى عارف ايه الميتريكس انت المفروض تبص عليها. حلو قوي. حته هل هو اساسا في بدايه الكارير بتاعه يبقى عارف هل هو هيروح يتخصص كونفرجن ولا كرييتيف ولا سوشيال ولا مش عارف ايه؟ لا، في الاول you don't know what you don't know، اللي هو انت ما تعرفش اللي انت ما تعرفوش. فانت في الاول وفي الاخر في المرحله الاولانيه دي لازم تجرب كل حاجه. كمان انت ما تعرفش اصلا ايه your preferences. يعني فكره لو اللي انت تقول مثلا انا هتخصص في conversion copywriting،
لو انت ما عندكش maturity و awareness ونولج من قبل ذلك وقررت ده عشان مثلا ده الترند او ده ممكن لما تجربه تحس اللي هو لا this is not my plate، يعني ده مش، هذا ليس طبقي المفضل، انا عايز اشوف حاجه تانية. فانا في الاول دايما بقول استمتع باول 3 سنين في الكارير بتاعك بانك تجرب كل حاجه، كل حاجه حرفيا. جرب كونتنت، جرب كوبي رايتنج، جرب تايديت وتبرين ستورم مع الديزاينر، جرب تنزل مع الاكونت مانجر في ميتنج مثلا وجرب ان انت تسبورت معاه. جرب كل حاجه. لو اتكلم مثلا على المثال اللي انت بتقوله ده، لحد ما توصل لمرحله اللي هو ايه تمام انا ابتدى يتكون عندي بريفرنسز، فابدا اشوف فابتدي انا بقى ممكن اتحط فين. بالظبط. هنا بقى تبتدي تعمل ايه؟ انت بتجرب كل حاجه، فلقيت ان انت مثلا بتحب جدا جدا الكوبي رايتنج بشكل عام. م. طيب هنا بقى نيجي للمرحله كنا لسه بنتكلم فيها من شويه، ايه السكيلز تري بتاعت بقى الكوبي رايتنج وانت مخلص منها كام حاجه م. في الاول. فتلاقي مثلا ان انت والله از رايتر شاطر، اللي هو تمام عملت شغل حلو وجربت تشتغل على كامبينز مختلف، جميل. طب الداتا اخبارها ايه؟ الريسيرش اخباره ايه؟ لما تفيجواليز السكيل تري بتاعت الكارير بتاعك اللي انت عايز تتخصص فيه بمنتهى البساطه، تبقى عارف ايه اللي انت عملت فيه دن وايه اللي ناقصك. انت خلاص رسمت الكارير جيرني كده. ازاي هو هيأودت اصلا ويشوف هل هو بيعرف يعمل ده ولا لا؟ في ايه بالظبط بقى؟ في السكيل تري. مم. هل انا دلوقتي انا ممكن في بدايه كاريري دخلت حاجه صغيره، مكان صغير مم. ما فيهوش المين اكسبرتس اللي انت متخيلها ان هو يعرف يأودت، والمدير اللي يقول له لا احسن من نفسك، وهو عمال بيكبر وسنين الخبره بالنسبه له، انا بقالي 4 سنين شغال، حلو. فهو بالنسبه له خلاص انا هبقى سينيور، مم. وهو مش في بوينتس معينه هو مش عارف ان هي مش موجوده عنده، مم. ومش لاقي حد يقولها له، اوكي. فازاي هيعمل اوديت لنفسه اصلا؟ طيب هنا في المرحله دي you need to seek help، حد سواء جوه الشركه لو واثق فيه او لو مش موجود بره الشركه. م. لان ده الجايدنس، انت محتاج حد يوجهك او م. تو سيك سبيسيفيك منتورشيب مع حد حتى لو paid بالمناسبه. م. يعني if you are willing ان انت تinvest في نفسك، الشخص الويلنج ان هو يستثمر في نفسه بياخد دايما الاكسترا مايل عن اي حد موجود. ففي المرحله دي انت محتاج ان انت مين الناس اللي انت بتحبها وبتثق في رايها او اتعلمت على ايديها او ايا كان، ممكن انت تبعت له تقول انا طالب مثلا ان انا يعني قيم لي الحاجه دي او قول لي ايه رايك او اقول لك اللي في دماغي وتقول لي مثلا ممكن م. اعمل ايه او كده. ودي لحسن الحظ في الوقت اللي احنا فيه بقت افيلبل او الفرصه بقت افيلبل. م. يعني انا مثلا في الاول خالص انا دخلت مثلا 2010، فانا مثلا لما كنت يعني المذاكره بتاعتي والتطبيق بتاعي والحاجات دي كلها انا كنت بعمل حاجه واحده بس، أه بجيب كتب اذاكر اللي فيها واطبق على. وساعتها كنت يعني ربنا موفقني بفكر كفايه، انا كنت بشتغل في مكان م. فانا اللي انيشيتد فكره اللي هو ايه، طب انا بقى هعمل السوشيال ميديا والديجيتال والكلام ده كل ده ما كانش موجود، بس انا عملت كده عشان اطبق اللي انا ايه تتعلم. بتعلمه ده، ما انا مش لاقي مكان اطلع فيه الكلام ده كله. ولما كنت بس بحتاج مساعده حد انا كنت ببعت للناس اللي كاتبه الكتب م. او مثلا على لينكد ان ليتر اون اللي هو انا قريت الراجل الكتاب ده فبعت له اقول له انا محتاج كذا وكذا وكذا وكذا، فيقول لي مش شرط يديني مساعده تفصيليه بس هو بيديني خطوط كده م. اللي هو بص انصحك ان انت تركز في الحته دي او الحته دي مش عارف مين كان كتب فيها كتاب فممكن تجيبه هتلاقيها مشروحه باستفاضه. دي جيمز، دي جواهر حرفيا يعني. فانت لو انت بتشتغل في مكان مش لاقي فيه جايدنس بالشكل اللي انت متخيله، يا تسيك هيلب من بره يا تدور على مكان في حد تاخد مساعدته. م. حتى لو هتشتغل بجانب الشغل بتاعك او هتشتغل بريت اقل او حاجه تانية، مش عايز الناس برضو تفهم اللي انا اقوله ده غلط يعني. في كده كونسبت حتى كنت اتكلمت عنه من فتره وقلت ان الناس ما تتضايقش من اللي انا هقوله ده يعني. لما بتيجي تسيك هيلب او تاخد مساعده حد محتاج ان انت تبريزنت التشالنج اللي موجود عندك بشكل يفهمه. الحاجه التانية ان انت مفيش عيب او مفيش مشكله في ان انت تشو الانيشيتيف او البادره ان انت ممكن تعمل حاجه ان ريتيرن اوف الحاجه دي. study your audience، يعني ده مثل مهم جدا جدا، او know your audience. انت دلوقتي محتاج حاجه صح؟ مين الاودينس بتاعك؟ حد مثلا محتاج المساعده بتاعته
طب ما تذاكر الراجل ده، افهم مثلا الابروتش بتاعه عامل ازاي، بريزنت يور سيلف، وشوف حتى انيشيتيف ان انت ممكن تقدم حاجه في مقابل ده. وبالمناسبه هو ممكن ما يوافقش، وبنسبه كبيره جدا الشخص اللي انت طالب منه المساعده هيقدم المساعده ان شاء الله من غير حتى ما اسمه ايه ده ياخد منك ياخد فلوس. من، لا مش حتى مش فلوس، انا ساعتها الشخص ده ممكن ما يكونش قادر ان هو يدفع فلوس، بس ممكن مثلا يعمل مثلا تاسك او يعمل حاجه للشخص ده هو محتاج حد مثلا يخلصها له، او ممكن يكون الشخص ده محتاج حد مثلا في حاجه معينه، او هو بيعمل حاجه دي لوحده وانت شايف ان انت تقدر تسد له فيها اوفر، بس هو ممكن يقول لك لا، وبنسبه كبيره هيقول لا. بس اللي هو فكره ايه، محتاجين ان احنا نفهم الناس اللي احنا بنطلب منها المساعده ايه احسن طريقه نطلب منهم المساعده فيها، ودايما قطة شورت، يعني دايما خش في الموضوع على طول، بريزنت التشالنج، انت مين، ايه واقف التشالنج ده، انت محتاج ايه. اوكي. عارف اللي هو مش مثلا السلام عليكم. السلام عليكم مثلا، او مساء الخير ازيك، وبعد كده خالص، فاهم. يا عم فانت انجز. فانت مش فكره كده، فكره اللي هو ايه، وعلى فكره الناس الايميلات مثلا، انت عارف ايميل شخص ممكن تبعت له حاجه، ماشي، حط سبجكت انترستنج للشخص ده ان هو يفتح الايميل ده، فاهم. ما انت تبص على الناحيه التانية، ما الراجل ده ممكن يكون بيفتح 30 ايميل في اليوم، او انت بعت الايميل في وقت هو عامل فيه سنوز للايميل. ايه اللي ضاعف فرص نجاح ان الايميل ده يتفتح؟ السبجكت يبقى interesting concise direct، اللي هو في ايه هنا، على الاقل في ايه هنا، يعني كحد انا زي الهوك. بالظبط. فابتدي ان انت يفتح الايميل ويشوف انت عامل ايه، وممكن يرد عليك بالمناسبه بنسبه كبيره يعني. فاولويز سيك هيلب. بس انا نصيحتي، وانا والله مش بقول الكلام ده اللي هو ايه، ان الناس اللي بتقدم مساعده اللي هو دول ما عندهمش وقت ومش فاضيين ومش عارف، مش فكره كده، بس فكره اللي هو فكر هو الديلي لايف ستايل او الحاجات اللي موجوده عند الشخص اللي انت بتكلمه في يومه عامله ازاي وقد ايه، وفكر ازاي ان انت تقدر ان انت تخطف سلوت من الوقت ده باحسن شكل ممكن. جامد قوي. احنا تقريبا شات جي بي تي طالع بقاله داخل على 7 شهور او 8 شهور. 2 فيرجن منه طلع. مش هقولك ان هو واخد مساحة، هو واخد مساحة كبيرة قوي. اوكي ماشي. دلوقتي انا ككاب رايتر اساسا وفي كومباتيتور، او كومباتيتور بقى من الاخر. ازاي انا اميز نفسي اساسا عن الرايتنج تول؟ طلع دلوقتي رايتنج تولز بالعربي اي كتير قوي. الحاجه اللي هي بتقدمها لنا كويسه فعلا، لو هتشتغل على برودكت ديسكريبشن او هتشتغل على الارتكل حلوه قوي. لما هتروح على سنه الكرييتيف، عارف هو قرب يلمس خلاص، هو فاضله شويه وهيجيبنا. اوكي ازاي انا اكون على الاقل، مش هقول لك ضامن مستقبلي، ازاي اضمن استمراريتي قدام منافس تقيل قوي زي الاي اي او شات جي بي تي؟ طيب بص، انا هقول رايي في الموضوع ده. فكره شات جي بي تي هي قائمه على ايه؟ اللي هي الجنريتيف بريدكتيف تكست، يعني الراجل ده بيبريدكت ايه الكلمات اللي جايه جنب بعضها، فيبتدي ان هو يفريز على البرومبت اللي انت مدخله له. طب هو الراجل ده بيبريدكت منين، او الراجل ايه الاي اي ده بيبريدكت منين؟ من كم الداتابيز اللي موجود عنده. طب الداتابيز دي جايبها منين؟ انترنت، صح؟ طيب انترنت لما تيجي تدخل كيورد بيطلع لك 100,000 سيرش ريزلت ب 100,000 كونتنت. جميل. نيجي بقى نسأل السؤال، هو مين قال ان انت لما بتدخل كيورد على حاجه انت عايزها وتطلع سيرش ريزلتس كل حاجه موجوده بتعجبك؟ ما نص اصلا ريزلتس دي مكتوب فيها كلام طفش، صح؟ فمين قال؟ انا بشوفها كده، وبناء على تجربتي مئات الالاف من المرات على شات جي بي تي، يعني ان الريزلت بتاعته تبقى هقول لك على حاجه قويه يعني. ده بسبب ان انت عندك اكسبيرينس كبيره قوي، وان انت قادر تحكم على الحاجه اللي طالعه قصادك. انما حلو. انا لو عندي سنه خبره وحد جه طلب مني تاسك، اكتب لي الكابي ده بالانجلش وظبطها لي ومش عارف ايه، هو يدخل مجرد ان هو يكتب شويه كيوردز وياخدها زي ما هي كده يديها للكلاينت، لان هو مش عارف ان هو يشوف الحاجه دي صح ولا لا اصلا. جميل جدا. نيجي بقى لنقطه مهمه جدا في الموضوع ده. ككوبي رايتر او كرييتيف او كرييتر، ايا كان التايتل بتاعك ايه، انت ما قبل شات جي بي تي
كان في تولز بتستخدمها صح؟ جوجل دوك، جوجل شيتس، وورد، وات ايفر، كانفا، يعني ايا كان يعني. اتس ا تول انت بتستخدمها عشان تطلع بيها اوتبوت. شات جي بي تي اتس ا تول تستخدمها عشان تطلع بيها اوتبوت. طيب ايه اللي يفرق اوتبوت عن اوتبوت؟ البيرسونال انبوت بتاعك. بمعنى لو انت كوبي رايتر بقالك سنه بتذاكر وبتفكر، وعلى الاقل بتفكر في انجلز تبيع بيها البرودكت ده، بس مش عارف تكتب بالانجلش، دخل الكروكي بتاع الانجلش ده مثلا على الفكره اللي موجوده عندك لشات جي بي تي، وشوف هيعمل لها ريفريزنج ازاي. بس اتليست مثلا انت دخلت له قلت له انت بتفكر تبيع البرودكت ده بالانجل دي من الحته دي، وانا طالب منك ان انت تريفريز ده بشكل مظبوط وجراماتيكلي ما فيهوش ميستيكس. ايه اللي حصل هنا؟ استخدمت تول، دخلت لها انبوت انت فكرت فيه وطلعت الاوتبوت منه واستخدمته. ما هقول حاجه ومهمه جدا. هو لو انت كوبي رايتر او كريتور او ايا كان ومش عايز تستخدم الاي اي كتول تسهل عليك حياتك، دي مشكله كبيره يعني. بس مهم المايند سيت في بريسيفنج التول دي عامله ازاي. هو كانفا لما طلع لغى شغل الديزاينرز؟ لا طبعا. طب هقول لك على حاجه تانية. افترض واحد مثلا دخل دلوقتي استخدم كانفا وهو مش ديزاينر، ونفترض ان في ديزاينر دخل على كانفا استخدم تمبلت وهو ديزاينر، والاثنين انا افترض مثلا انا ما اعرفش اي حاجه في الديزاين ودخلت خدت برزنتيشن، حجم الانبوت بتاعي في البرزنتيشن هيبقى قليل جدا. مش بتكلم على التكست، حجم الرؤيه اللي هو الاخراجيه للبرزنتيشن تبقى عامله ازاي، هيبقى قليل جدا قصاد جرافيك ديزاينر بيستخدم نفس التمبلت. ليه؟ عشان انت عندك انبوت، عندك هيستوريكال نوليدج وهيستوريكال فيجوال، يعني في حاجات كتير في دماغك واشتغلت كتير جدا في اللي هو ايه البرزنتيشن دي ما انا عامله كده خليك عارف تشوف الحاجه. خليك عارف تشوف الحاجه بالظبط. شات جي بي تي نفس الموضوع. انا عملت في بودكاست عندي كانت حلقه قلت فيها انا سالت شات جي بي تي ازاي اعمل ماركتنج استراتيجي، دخلت له عملت 3 دايركشن انا فاهم كل حاجه وانا عايزك بس تساعدني في كذا حاجه. دايركشن تاني قلت له انت الاستراتيجيست وانا الكلاينت، اسالني وانا اقول لك وانت اعمل. والتالت كان بقول لك ايه يا باشا اعمل اللي انت عايزه. وحرفيا قعدت اقرا الريزلتس للناس، يعني احسن ريزلت كانت موجوده هي اول واحده. ليه؟ لان اي كنترولد الانبوت، فسهلت لنفسي ان هو يطلع الاوتبوت بسرعه، بس انا فكرت استراتيجيك واديته انبوت مظبوط. تاني واحده لما جيت قلت له اكت لايك يور ماركتنج ستراتيجيست او براند ستراتيجيست، هو عمل ايه؟ خد الاسئله اللي ممكن تصير في البريف عادي، فابتديت انا اجاوب عليها. فبعد كده قال لي والله بص انا شايف ان كذا 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 كذا. فلو هقيم السكورز كانت الانبوت بتاعي مثلا 9/10، هو انا كلاينت وهو الاستراتيجيست 5/10، هو يعمل كل حاجه ويتعامل 1/10، 0/10 حرفيا. يعني كانت حاجه سيئه للغايه. فهي فكره الانبوت بتاعك والافورت دي مهمه جدا جدا في استخدام الحاجات دي كلها. هتقرر تفكس لكل الكلام ده وهتفضل زي ما انت. ونفترض مثلا او الكلام ده ممكن يزعل حد، انا كلاينت او بيزنس وعايز اوفر، فانتوا وحتى لو عارف ان شات جي بي تي نتائجه ميديوكر، بس انا هستخدم شات جي بي تي لان هو مش هتعامل مع بني ادمين. هديله برومبت وهخلصها كلها مره واحده، مش هيقول لي الديدلاين بتاعنا كمان اسبوعين ويجي الديدلاين معلش بس حصل تاخير فهبعتها لك يوم الاحد. طب على ايه؟ شكرا سوري شكرا انا هاخد الحاجه من شات جي بي تي. فهو الفكره كلها هو الكومباريزون مش هيد تو هيد خالص، بالعكس الكومباريزون you're a creative whatsoever التايتل بتاعك ايه and this is a tool use it for your own sake، استخدمها لصالحك. انت عمال تكرر كلمه انجل. في ناس مش عارفه يعني ايه انجل. يعني ايه انجل؟ طيب انجل دي الزاويه اللي انت ممكن تبيع بيها الحاجه. يعني مثلا متولي ايه رايك في دي؟ تشتريها؟ حلوه جميله. بس متولي مثلا عارف ان اللون ده لو اتحط على الكنبه الصفراء اللي موجوده عندك في البتاع هيبقى حلو قوي. تعالى حتى اوريك الكولر باليت، الالوان اللي بتمشي مع الاصفر، دي انجل ودي انجل. اوكي. فعد بقى انجلز كتير من دي. هل انت بتقول للشات جي بي تي اساسا كل التفاصيل دي؟ طبعا
على فكره انا عايز اقول لك على حاجه. انا مثلا انا ممكن ادي برومبت لشات جي بي تي اقعد اكتبه مثلا 10 دقايق، بس اللي هو ايه، انا بحاول اللي هو بص ما تخرجش بره ده، لان تاني في الاول وفي الاخر التول او تشات جي بي تي هو بيبريدكت التكست، فانا عايزه اتليست لما يبريدكت بالفريم ورك اللي انا حاطته له. فاهم قصدي؟ يعني في مره اديت لشات جي بي تي اسم براند استراتيجيست كانت عامله كتاب، قلت له انا عايزك تسمي البراند ده اكوردنج، كان اسمها الكسندرا وودكنز. تمام. الكسندرا في الكتاب بتاعها بتشرح هي ازاي بتسمي البراندز، ليها ميثودولوجي معين. وبعد كده قلت له وسميني 10 كمان according to جيرمي ميلر. جيرمي ميلر مثلا في تسميته مختلف تماما عن الكسندرا. ده مثلا بلايفل، ده هي براكتيكال اكتر. فانا هنا بعمل ايه، هو لما في الداتابيز الكسندرا في الكونتنت بتاعها كله عارف الميثودولوجي والستايل والاكزامبلز وكل حاجه، وعارف برضو نفس الكلام جيرمي لما اديته البرومبت. ده بس مش ده بس، البريف كمان بتاع البرودكت حتى انه هيطلع ريزلت، غير لما اقول له انا عندي براند بيعمل كذا سموهولي، ما هو هيسمي لك اي حاجه يعني، مش يعني فاهم قصدي؟ فدي البوينت. في حته تسميه البراندز اساسا، هل برضه تسميه البراندز نرجع بقى لاول حلقه خالص، هل هي بترجع للبراند استراتيجي ولا للبيزنس اونر؟ هو على حسب يعني، لو مثلا هنعمل حاجه فروم سكراتش والبرودكت هاز نو نيم، فالبراند استراتيجيست والتيم البراند عامه مهمته ان هو يسمي البرودكت. لو البيزنس عايز يعمل ريفامب او ريبراندنج وعايز يغير اسمه تماما، فالبراند تيم هو اللي بيقعد يفكر في الموضوع ده. بس في حالات تانية عادي البيزنس موجود، البرودكت موجود، والبراند استراتيجي بس البيزنس موجود وكل حاجه وتمام، بس هو محتاج دلوقتي حالا يعمل براند استراتيجي. لو هتدي نصيحه للناس اللي خلينا قبل ما نروح الحته دي، هل ينفع ان انا ابدا كبراند استراتيجيست على طول؟ لا. اوكي. محتاج بقى عارف اعدي بايه عشان اوصل لحته ان انا اكون براند استراتيجي؟ اكسبيرمنتيشن في كل حاجه تخص البراند استراتيجي اللي احنا قلناهم في الاول كله. اكسبيرمنتيشن في كل حاجه من الحاجات دي. كانوا 7-8 بوينتس. محتاج ان انا اعدي ممكن يبقوا اكتر من كده أوكي. كمان، بس على حسب البيزنس يعني. محتاج ان انا اعدي على كل دول واشتغل بيهم في ايدي واكون عارف الحاجه بتتعمل ازاي بالظبط. او يعني مثلا جزء الفيجوال ايدنتيتي، تمام. انت ممكن بص اصل الموضوع يختلف في الميثودولوجي بتاعه التعلم او دخول الكارير. يعني في ناس مثلا تتعلم التول وتطبق عليها كتير، بعد كده تروح تذاكر استراتيجي، فدول تمام بيظبطوا. في ناس بتتعلم التول وما مش اي حاجه تانية. انت بتعمل ايه؟ انا اسمه ايه ده، انا بسميه تولزجي. انت عارف تستخدم الاداه حلو قوي بس انت مش هتفكر. فاهم؟ عايز ديزاين هعمل لك ديزاين، عايز بيس اوف كونتنت اكتب لك. فاهم؟ هو عارف التول يعني يعرف يطلع منها حاجه بس ما يفكرش استراتيجيك. وده مثلا هيقدر جدا لو مديله، لو مثلا هيقدر جدا لو مديله جايد لاين مثلا يعني، وتقول له مثلا دي جايد لاينز عامه محتاجين مثلا نطلع حاجه كونسبشوال بيزد اون ذس. انت بتقول ايه مثلا يعني فالجزء الاستراتيجيك مهم جدا في الموضوع. فبتختلف على فكره انت دخلت من ايه، ايا كان الكارير المدخل اللي دخلت منه الكارير. ما تهملش الاستراتيجي، لان اي استراتيجي في شغلك فيها كذا ايليمنت اللي موجودين في البراند استراتيجي. فيها تارجت اودينس، فيها اوبجكتيفز، فيها كومبيتيتيف اناليسيس، فيها بيرسونا، فيها يعني خلينا نقول دول مثلا موجودين. على الاقل انت لو بقيت شاطر في دول، ما انت مش تيجي بعدين تقول يعني تعطل لما تلاقي بقى الاستراتيجي او تقول هو ايه كل العناصر دي لسه اشتغل عليها. لا انت فاهم اهو يعني، مشيت ايدك في الموضوع يعني. لو حد لسه هيبدأ اصلا، ايه النصايح اللي انت تعرف تقدمها له؟ اقرا من كتب في الحاجه اللي انت المجال اللي انت بتحبه، اسمع بودكاست في المجال اللي انت بتحبه، وطبق كتير جدا جدا جدا. انا وجهة نظري في الموضوع ده، عارف انا دايما بقولها، الاكل فيه نوعين، في اللي هو هول فود وبروسيسد فود. يعني اللي هو هول فود اللي هو اكل كل قيمه الغذائيه كان موجوده، فاكهه، خضار، لحمه، كل الحاجات دي. وفي بروسيسد فود اللي هو المعلبات اللي بنشوفها فين في السوبر ماركت. ده اكل وده اكل، بس ده ردة فعل جسمك تجاهه غير خالص ردة فعل جسمك تجاه البروسيسد فود.
واحد بيحسن الصحه، واحد بيعيك. م. المعرفه او التعلم في نفس الموضوع بالظبط، في معلومه كامله ومعلومه مصنعه. يعني في اللي هو هول انفورميشن وبروسيسد انفورميشن. طيب ايه الهول انفورميشن موجوده فين؟ في الكتب. انت الكتاب المعلومه كامله. مثلا لما تيجي تقرا مثلا كتاب واحد مثلا زي مثلا ديفيد ايكر ده، واحد من الاباء الروحيين في البراندنج وبراند استراتيجيز وكده. الراجل ده مثلا لما تيجي تقرا له بتاع 20 30 سنه هو ما بيعملش حاجه غير ده. فالراجل جايب لك يعني كل حاجه بخصوص الموضوع ده، وبيشرح لك كمان وجهه نظره فيها، وبيوريك امثله. موضوع كبير قوي قوي قوي. غير معلش لما تيجي تقرا بوست على السوشيال ميديا، يعني شتان الامر. يعني انت بتتعلم من بوست على السوشيال ميديا وانت تتعلم من كتاب. البودكاست يجي بعد الكتب. ليه بقى؟ لان البودكاست بالذات في الحاجات الاديوكيشنال اللي بيلقي المعلومه او اللي موجود في او الضيف حتى اللي موجود في البودكاست سواء الهوست او الجيست، عندهم خدوا الاكسبيرينس دي من الكتب او ايا كان من الحياه عامه، ويبتدي ان هو يديها لك ويحكي لك المعالجه الشخصيه بتاعته ليها. فالبودكاست غني برضو، بس يجي تحت الكتب. التطبيق ده مهم جدا بقى. يعني انت لو ما طبقتش على الحاجه اللي انت خدتها ملهاش اي لازمه خالص. طبعا في مصادر تانية ممكن اتابعها. ممكن بقى تتابع مثلا حاجات في اليوتيوب او حاجات في السوشيال ميديا، لازم تعمل فلتريشن، لان يعني مش كلها سيان. ليه بقى؟ لان في الاول في الاخر نسبه كبيره جدا من اللي انت بتشوفه على السوشيال ميديا مش شرط ان هو يبقى ده الصح او ده اللي المفروض ان انت تتعلمه. فاكر لما كنت بقول لك ان مشكله ان مثلا ان اللي احنا بنتكلم فيه مفيش ناس كتير بتطبقه على ارض الواقع، وفي كلاينتس كتير مش كده، عشان فكره ان اصلا اللي بيقدم الخدمه عنده مشاكل في المعرفه والخبره، واللي طالب الخدمه ما عندوش السوفيستيكيشن اللازم ان هو يطلع من الحته دي يعني. فدي نصيحتي، ذاكر من الكتب، اسمع بودكاست، طبق. لو ما طبقتش مش هتفتكر اي حاجه خالص. وابدا بكتاب واحد واسمع بودكاست واحد. مش لازم تاخد لسته مثلا فيها 10 كتب وتاخد لسته فيها 10 بودكاست. الكلام ده هنعمله على السوشيال ميديا عشان البوست اللي هو حاطط لك 10 فيتشير الله جميل وكل حاجه. انت هتعمل لهم كلهم فولو، مش تسمع ولا واحد فيهم. كل ما تحط قيد على المصادر اللي بتتابع منها وتختارها بعنايه، كل ما دماغك مش هتتشتت. عارف اللي هو بارادوكس اوف تشويس، اللي هو طب اذاكر من ده ولا من ده ولا من ده ومن ده. زيادة المعرفة المعروضة، زيادة المصادر المعروضة بشكل مبالغ فيه بتخليك اصلا مش عارف تختار. بالظبط، اختار ايه يعني، اذاكر من ده ولا من ده. وبعدين فكره اللي هو طب انهي كتاب احسن، ده ولا ده؟ طب ما هو انا لو جيت قلت لك مثلا او ضحكت عليك قلت لك هو ده احسن من ده، وده في الحقيقه مش صح، انت تعرف منين؟ ما انت مش هتعرف غير لما تقرا الاثنين. لازم تدوس. فابدا بكتاب واحد. وبالمناسبه انت لما تقرا كتاب واحد هتلاقي كميه ريفرنسز وريسورسز لكتب تانية من غير ما حد يجي يقول لك. فانت لو حبيت الكتاب ده هتكمل في السيكونس، يعني انت تمام كده خلاص، انت خدت الطريق وعارف هتكمل ازاي. فيبدا يتبنى قدامك learning path احسن من الكتب بالظبط بالظبط. اوكي. انا مبسوط. عارف 1 to 1 سيشن. اتبسطت ان احنا قعدنا سوا النهارده. واتبسطت اكتر بالاكسبيرينس بتاعتك. انا مش عارف انت فاكر ولا لا، بس انا جيت سالتك من 3 سنين او 4 سنين عن كنت بعت لك بوست بقول لك عشري ما تقودت كده البتاع ده، وانت وقتها قلت لي الهوك. طب الحمد لله انا رضيت، بس انت ما رضيتش. كان قبل الشهرة. فانت من الناس فعلا. يعني انا بحمد ربنا ان انا زي ما انا قلت لك قبل ما نسجل ان انا كان قدامي حاجات كتيره قوي اعرف وناس كتيره قوي اعرف اروح لها، والموضوع الحمد لله كل الناس الحمد لله فضل ونعمه اتحولت لاصحاب. فانا بتبسط قوي بالجيرني دي. وبتبسط اكتر بان البودكاست بيكون فيه ناس فعلا بتقدم ريل فاليو، وهم على ارض الواقع عندهم فاليو حقيقيه. اخر حاجه ممكن تقولها، حاجه واحده بس ممكن تقولها للبيزنس اونرز في حته البراند استراتيجي. بليز دو ات. ارجوكوا دو ات. او يعني او خلوا يعني او بلاش اللي هو تجيبوا حد يعملها، بس اتليست ريسيرش اباوت ات. اوكي. عشان يعني فكره ان البيزنس اونر
يبقى عارف او جرب حتى يحط الاستراتيجي دي. انا بالنسبه لي مثلا ده من احسن نوعيات الشركات او الستارت ابس او ايا كان اللي الواحد ممكن يحب يتعامل معاها. at least it's challenging. فاهم قصدي؟ يعني اللي هو تمام، يعني في استراتيجي محطوطه، الراجل ده بيفكر كويس when it comes to his brand او her brand او their brand. واحنا مطلوبين ان احنا نبقى up to that challenge. فاهم قصدي؟ فلا هتفرق طبعا كتير جدا جدا جدا. هتفرق حتى لو يعني هتتعب فيها دلوقتي، بس هتريحك كتير جدا جدا قدام. وده مش حاجه مش بقولها كده بشكل مجازي يعني، لا فعلا هو هيبقى عندك الفريم بالظبط. انا اتبسطت. انت مبسوط؟ انا مبسوط جدا. يعني بشكرك يا متولي على حسن الاستضافه. اتبسطت جدا بالقعده اللطيفه دي. هو بس يعني ممكن انا ببقى غريب شويه وانا ضيف، مش متعود ان انا ابقى ضيف في بودكاست. دايما متعود ان انا بتكلم في المايك ولوحدي ومحدش شايفني من اي حاجه خالص. بس حقيقي يعني قعده مريحه، الاسئله كانت جميله جدا، واتمنى ان تكون الناس يعني تستفيد من المناقشه اللي تمت ما بيننا يعني. والافورت بيبان من غير حتى ما تضطر انت تتكلم عنه او تحكي عنه. والافورت ده بيحكي كمان في قد ايه في حاجات كتير في الباك ستيج بتتعمل عشان نوصل لحاجه زي كده. فانا بحييك على حاجه زي كده حبيبي. وربنا يوفقك ويكرمك ان شاء الله، والبودكاست يكسر الدنيا. اوكي يلا بينا نقفل. كان معانا النهارده احمد عشري. وانا كمتولي انا مبسوط، واكيد انتم مبسوطين لان احمد عنده a lot of followers يعني ما شاء الله. 50 اكتر من 50 يعني مالهاش علاقه بالفولورز يعني. بص الفولورز فانيتي نمبر خالص يعني، مش حاجه عندك كوميونتي، عندك الكوميونتي اللي بيحب عشري. دي بوينت مهمه قوي وانت بتلمسها اصلا اول ما بتنزل ايفنتس الناس. الحمد لله يعني، الحمد لله ربنا يزيدك ويبارك لك. اتمنى بس يدوم دايما حسن الانطباع والاستفاده يعني، والواحد يبقى برضو اب تو ما تتطلبه حاجه زي كده يعني قصاد توقعات الناس وكده يعني. فالحمد لله حبيبي. تقدر تتفرج على البودكاست على اليوتيوب، وتقدر تسمعه على كل المنصات الصوتية كلها. الحلقة يوم الجمعة على اليوتيوب، ويوم السبت على باقي المنصات. انت كنت بتتفرج وبتسمع The Creative Cast. انا احمد متولي، سلام.